طارق سخن، قال له يا باشا دلوقتي خدني معاك على الانتريه وانت بتحمله وطلعني على التجمع وانا هسد معاك في اي شغل. قال له ايه ده بس يا عم طارق، انا هظبطها وهرجع لك تاني اقول لك نعمل ايه. طبعا علي روح البيت عنده فرحانين بالانتريه، ولكن علي بيفكر في قصه ثانيه خالص، ازاي يعمل مشروع ويستغل طارق وخبرته وشطارته ومهارته في شغله ويقدروا يكسبوا ويعملوا فلوس. نزل لف المنطقه، لقى مكان كويس اجره، كلم طارق ايه الحاجات اللي انت عايزها، جاب له المعدات والادوات وقال له انا هاجي لك كمان يا باشا ما تقلقش، ومعايا 2 صناعيه تحت ايدي عشان نعمل شغل ما فيش بعد كده. الدنيا اشتغلت، الحياه حلوت، علي عمل لهم ماركتنج كمان، بدا يجي لهم زباين والدنيا ماشيه. ولكن في الاول والاخر علي عنده شغله، هو مش هيفضل قاعد في المحل. لما استقرت الدنيا وحس ان في مكسب والحياه كويسه، قال له تعالى يا عم طارق انا كمان هعمل معاك حاجه كويسه عشان شغل التاني ما يتاثرش، انا هخليك تمسك المكان وهديك جزء كويس من المكسب والدنيا هتبقى كده ايه زبادي خلاط انا وانت. قال له خلاص ما فيش بعد كده. طبعا عم طارق بس هي دي اللحظه اللي هبقى معلم فيها، وللاسف هي دي كانت بدايه النهايه. ايه اللي حصل بقى؟ علي انتبه لشغل الاساسي، عم طارق حس ان هو معلم. نراعي بقى ربنا واكل عيشنا بالرزق اللي ربنا كتبه لنا وفتحه لنا بالبحري؟ لا طبعا. بدا بقى